نرجع بقى لنقطة تولي كابتن جوهري لتدريب منتخب مصر مرة تانية، وده كان بقرار جمهوري قبل شهر واحد بس من أفريقيا. تفتكر بقى كابتن جوهري غير حاجة في خطته ولا أي حاجة؟ أول قرار خده كابتن جوهري بعد رجوعه مرة تانية إنه يعتمد على نفس المجموعة اللي كانت معاه في المونديال. الفكرة بقى إن الجهاز الفني للمنتخب اتغير مرتين في سنة واحدة، فده طبعا أثر بشكل كبير على أداء المنتخب، وبقى مفتقد بشكل كبير شخصيته في المباراة الودية. الصدمة الحقيقية بقى المجموعة اللي كونتها زامبيا وغانا، واللي كانت بتتكون من 3 فرق، في حين إن البطولة كلها كانت 12 فريق. وطبعا مش محتاج أكلمك على جيل زامبيا وغانا في الوقت ده. يعني مثلا عندك منتخب زامبيا كان عنده كالوشا بواليا، ولولا اللي حصل في حادثة الطيارة الشهيرة اللي قلب الدنيا كان ممكن جدا يترشحوا المونديال 94. وغانا بقى في الوقت ده كان عندها عبيدي بيليه، وده كان القائد بتاعهم، وكان بيعتبر من أهم لاعبي أفريقيا سنة 91 و92 و93. يعني مش محتاج أقول لك كان موصلهم لفين. منتخب مصر بقى يعمل إيه قدام الوحوش دول؟ منتخب مصر وقتها خسر أول لقاء ليه قدام زامبيا بهدف للكينج كالوشا بواليا، واللي راح موقف الكورة بإيده كأنه مش همه. أما بقى قدام غانا فمصر خسرت برضه، بس ايه، في اخر دقيقة بعد ما اتطرد كابتن ابراهيم حسن في الدقيقة 65 كالعادة. طب تفتكروا بقى زامبيا وغانا عملوا ايه؟ اللي حصل ان زامبيا خرجت من الدور الثاني بعد مباراتها قدام الكوتيفوار، وغانا خسرت في النهائي قدام كوتيفوار برضه. طبعا هيقول لك كابتن جوهري هو السبب. طب هنعمل ايه وهنقيله ازاي وهو راجع بقرار جمهوري؟ قالوا خلاص احنا هنخليه يشرف على المنتخب الاولمبي واللي لسه طالع من دورة الالعاب الافريقية، ودي كانت التصفيات المؤهلة لاولمبياد برشلونة. يقوم كابتن جوهري يعمل المستحيل ويوصل بالمنتخب الاولمبي لاولمبياد برشلونة، وتبدا رحلة عدد من نجوم الكورة اللي بقوا اشهر لاعبين كرة القدم بعد كده، زي كابتن محمد يوسف وكابتن تامر عبد الحميد. ويبدا تاني كابتن جوهري رحلته مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 94، واللي هنعرف كل اللي حصل فيها مع بعض في الحلقة اللي جاية.